عليكم ورحمة الله. حبايب قلبي، رجعت لكم اليوم إن شاء الله تعالى بفيديو جديد، وإن شاء الله ينال إعجابكم بإذن الله تعالى. حبايب قلبي، بالبداية لا تنسوا اللايك وضغط على زر الجرس ليوصلكم بإذن الله كل جديد. حبايب قلبي، أنا دايما عم بختاركم الأكلات البسيطة جدا. أنا اليوم معي 3 كيلو من الباذنجان، ومعي كيليين بندورة، و4 حبات من البصل متوسطات الحجم. انا اليوم بدي اعملكم متبل. كل الناس خير وبركة، وكل الناس بتعمل متبل، بس طبعا كل بلد وله طبعه بالطبخ. وان شاء الله تعالى برجع بقولكم عم بختار الاكلات السهلة واللي بتعجبكم وبتجربوها ما بتندبوا باذن الله تعالى. بدنا نعمل متبل واعملكم مطبق. بالنسبة للمطبق، ناس بتقول طباخ روحي، وناس بتقول كواج، ناس بتحط بقدونس بقلب الطبخة، ناس بتحط فليفلي. لا، المطبق عبارة عن بصل وبندورة وباذنجان، وإن شاء الله بتشوفوا معي كيف الطريقة وبتعجبكم. هلا بالبداية شايفين أنا حطيت باذنجاني شوية، راح أشوي الباذنجان وأقشر البندورة والبصل والباذنجان وأرجع لكم بإذن الله تعالى. حبايب قلبي، انا ما قبل ما اكفي البندوره الشيره والبصل قشرت الباذنجان قبل، بس مشان تشوفوا كيف القطع. في ناس بتعملها على حالها، بتقليها بتقطعها طوال وبعدين بتقطعها بالسكين. لا، هيك اهون، نقطعها مكعبات وبنقليها. وهي الطريقه ما بدنا نملح الباذنجان، ما بدنا ميته تفقس. حبايب قلبي، انا حطيت الزيت على المقله. وبالنسبه للمتبل، فورا بنشيل الباذنجاني بنحطها بالمي. حبايب قلبي، هلا انا عندي اخر باذنجاني وعندي اخر نقلة باذنجان. قشرت البصل وقطعته جوانح، ما انا رفيعة كتير ولا انا سميكة كتير، بهالطريقة هاي. وقشرت البندورة وقطعتها على الدفة حبايبي، على الطاولة، ما بمحضرة الطعام، ما بدنا نطالع مي كتير. هلا انا عندي اخر نقلة الباذنجان، بدي اشيلها واقلي البصل باذن الله تعالى. حبايب القلب، هلا خلصت قلي الباذنجان، شايفين لونه ما احلى. حبايب قلبي، هاي الطريقة كمان بيمشي الحالة للمقلوبة. هلا انا علقت الغاز، بدي احط الطنجرة، كل اسمه مطبق. هلا بدي احط البندورة، احط الباذنجان، بدي احط البصل، حبايب قلبي البصل شايفين كيف لونه مثل كأنه عم نقلي مجدرة، نفس الطريقة. هلا انا بدي احط حوالي 3 معالق زيت نباتي، طبعا ما اصلي، ما زيت زيتون. معلقتين صغار ملح، هاي الملح حسب الرغبة. هاي رايح نحط درة صغيرة، مثل ما بقولوا حبة البركة، درة صغيرة ملح حبة البركة، ما حبة البركة. ايه حبايب قلبي، هاي الطبخة ما بدنا نغطيها، ما بتتغطى منوب، وما بحطوا لها اي توابل نهائيا غير الملح بس. تاكل معنا على النار حوالي 7-8 دقايق فقط لا غير. ما بدنا مية البندورة تفقس كتير، وما بدنا البندورة تستوي معنا كتير، وجربوها وما بتندموا. هلا بدي اضربها تحريكي مع بعضها وخليها. والغاز عليها
وسط، يعني لا نايس كتير ولا قوي كتير. بس هاي هي الطبخة. برجع بقولكن انا عم نقي الطبخات السهلة جدا وطيبة جدا جدا. هلا بينما ما يستوي معنا المطبق صار الوقت نقشر الباذنجان للمتبل. برجع لكم باذن الله تعالى. طيب قلبي، قشرت الباذنجان ودقيته على الدفة كمان بالسكين. انا بحب الدقة القديمة من زمان، لا كان في محضر طعام ولا اي شيء. لله الحمد موجود كل شيء، بس حبيت قلكن كمان بيطلع معنا كتير كتير ناعم بالسكين. حبايب قلبي، عندي 3 سنن توم دقيته كتير كتير ناعم. عندي حوالي 3 معالق زيت زيتون. عندي ربع كاسة من الطحينة. بالنسبة للطحينة واللبن شيء اختياري، لبن، الزبادي، العيران، كله زي بعضه. إذا بتحبوا تكتروه ما في مشكلة. عندي 5 معالق من اللبن. معلقتين صغار من الملح. حبايب قلبي، ما بدي قلكن أنا ما بدوق الأكل، صدقا صدقا جربي بس العيار اللي عم ساويه وما بتعتازي شي بإذن الله تعالى. بس نخف منيح هيك بيطلع معنا إن شاء الله تعالى بجنن. ما بده لا طحينة ولا بده لبن ولا ملح ولا شي، العيار اللي حطيته هو الصح بإذن الله تعالى. هلا هيك بدي احطه شوي بالبراد، برجع لكم ان شاء الله. حبايب القلب، حطيت المتبل بالبراد بين ما يصير وقت الغدا. انا عندي هون باذنجاني حبيت خليها واعملكم فيها شيء ان شاء الله بتحبوه باذن الله تعالى. انا بدي اقطعها هيك هالشكل هاد. حبايب قلبي، هون عندي مي عادية. حطيت هيك حوالي معلقتين من الملح وشوية خل على التعيين، يعني غطاوي او تنتين. حركهم ببعض. بدي اخلي الباذنجان هيك فيهم حوالي ساعة ان شاء الله تعالى، وبرجع لكم مشان تعرفوا شو بدي اساوي فيها باذن الله تعالى. اجا دور الباذنجاني. حبايب قلبي، انا بدي اقول لي حطيت الخل. الخل قد من حطينا الباذنجان بالمي والملح حتى الزوم المي بتم ابيض والباذنجاني ما بتسود معنا. هلا بما انه معنا بس باذنجاني بدي احط 4 معالق من الطحين، طبعا متعدد الاستعمالات. بدي احط 3 طبعا مشرعين من النشي. حبايب قلبي، انا عندي هون ثوم بودرة، بصل بودرة، فلفلة حمراء ناعمة، فلفل اسود، بهارات السبعة، العصفر الناعم، بهارات كبسة والكاري، واذا حبيتوا تضيفوا اي شيء ما في مشكلة، وملح. انا معلقة صغيرة حطيت ملح بما انه الباذنجان في ملح، ما طبقها كله، ربع معلقة صغيرة بما انه معنا الباذنجاني.
بنضاعف الكمية من الباذنجان، اكيد بنضاعف معه توابل. بحرك المكونات كلها ببعضها. حبايب قلبي هاي الطريقة حبيت تشوفوها كأننا عم ناكل كريسبي او بروستد، بس ناقصنا الكعك الناعم، ما انه موجود عندي حاليا. عندي حوالي بس معلقتين مي بحركهم ببعضهم. دول الميات هن بيعطونا حرشفة للباذنجاني. هلا انا حطيتهم هون قدامكم لاني بدي اغمرهم حبه حبه، خليهم شوي. لا تفكروا الكمية الطحين قليلة، لا هذا العيار، بس حبيت تشوفوا. انا هلا راح اعملهم حبه حبه باذن الله وبرجع لكم. هلا صار وقت اعمل مايونيز. برجع برد وبقول لكم بحب اقول هالكلمه كتير، كل الناس خير وبركه، كل الناس بتعرف تساوي، بس كل مين له طريقه، وممكن انا اجرب طريقه غيري، بس بحب اني هاي طريقتي انا ساوية على طول. بنقول بسم الله. عندي 3 حبات من البيض، عندي 5 سنن توم. حبايب قلبي هلا اول شي بدي اخفقهم سوا. بنقول بسم الله. حبايبي هلا حطيتهم انا على الواحد، هلا بدي احطهم على 2. حوالي نص دقيقة عملتهم ليعطونا هذا اللون. حبايب قلبي عندي هاي المعلقة، نص معلقة ملح الليمون، نفس المعلقة كمان معلقة ملح، معلقتين خل أبيض، نرجع بنخفقهم. هلا حبايبي انا المايونيز بصراحة الزيت ما بعيره وما بحط مثل الخيط، بحط كل كمية بكميتها، يعني هيك وبشغل. شايفين حبايبي تقريبا اكل معنا كاسة الا زيت. هذا القوام بدي اياه. عملت لك الطريقة الاسهل مشان تنجح معك ان شاء الله 100%، مشان ما تخافي من كمية الزيت. لذلك بنحط دفعة زيت، بنوقف الخلاط، بنحط شوية زيت، بندور، بنرجع بنوقف لنشوف القوام اللي بدنا اياه. هلا هيك ان شاء الله تعالى برجع لكم بمرحلة التقديم باذن الله تعالى. طيب القلب ان شاء الله الوصفة اليوم تكون نالت اعجابكم. لا تنسونا من اللايك والضغط على زر الجرس. هاي المايونيز اللي عملناه سوا. البطاطا عم تقرش قرش. حبايب قلب هاي الباذنجان صدقا شيء فاخر.
حبايب قلبي المطبق ما بنسخنه اذا تم عنا منه، يفضل يتاكل بارد، كل ما تم بالبراد بيطلع ألذ واطيب. وهاي الاكلات بدها بس المخلل والخضره. السلطه ما طيبه معه والتبولي. ان شاء الله يكون هالشي عجبكم، اكتبوا لي بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله.